اسمع معايا الفيديو ده كده يا صديقي. لا يحب مصر إلا من يعرف قيمتها وقدرها، ليس لأن مصر أم الدنيا، ليس لأن مصر فيها الأهرامات، هو الحب لمصر من الناحية الشرعية إجلالا وإكبارا. أقول لك يا سيد وائل، وأرجو منك ومن المشاهد الكريم أن يستشعر معي كيف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى للجبل على أرض سيناء، أمر رباني عظيم جدا. فكيف لا أحب هذه الأرض؟ فكيف لا أدافع عن هذه الأرض؟ فكيف لا أخلص لهذه الأرض؟ أقول لك أن الله تجلى للجبل، ومن بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا خيرا: أوصيكم خيرا بأهل مصر أن لهم نسبا وصهرا. فأرجو من جميع الحكومات الإسلامية والعربية أن تعي جيدا أن قوة مصر هي قوة الإسلام والمسلمين والعرب. مصر التي أوقفت زحف التتار، اقرأوا التاريخ قبل أن تنظروا على مصر الكنانة. مصر هي من أوقفت التتار الذين قتلوا الخليفة العباسي رموه في النهر. مصر هي من أوقفت هذا الزحف. مصر في عين جالوت هي من أوقفت زحف التتار أيضا. مصر في عكا في حدود المنصورة هي من أوقفت نابليون بونابرت. اقرأوا التاريخ قبل أن تتكلموا عن مصر. يجب على كل من يريد أن يتكلم عن مصر أن يمضمض فمه بالماء والزهر والعطر. مصر تاريخ يا سيد وائل. أنا بحييك على هذا الكلام. يجب على كل من يريد أن يتكلم عن مصر أن يمضمض فمه بالماء والزهر والعطر. مصر تاريخ يا سيد وائل. أنا بحييك على هذا الكلام.